السلام عليكم شباب، كيفكم شباب؟ ان شاء الله تكونوا تمام. اليوم رجعنا لكم بحلقتنا الثانية من سلسلة سوريا في كأس العالم. طبعا يا شباب، قبل ما نبدأ بالفيديو لا ننسى الضغط على زر اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات ليصلك كل شيء جديد. طبعا يا شباب، اليوم راح نلعب مباراتنا الثانية ضد السنغال. في حال خسارتنا راح نودع البطولة بشكل كبير. فاليوم راح نلعب بأكبر طاقة لنا، راح نحاول نجيب ان شاء الله الفوز ضد المنتخب السنغالي. طبعا فريق مو سهل، عنده ساديو ماني وعنده سار وعنده نيانج وعنده كيوتي وعنده جاليس ساني، كلهم محترفين في اوروبا. عندنا اليوم راح يغيب عمري عن المباراة هاي، راح ننزل المرمور. بس هيك راح تكون تشكيلتنا ان شاء الله لهي المباراة. عندي كمان خريبين تعبان، راح ينزل ورد سلامة. نقدم اللي فيه الخير بهاي المباراة، نحاول نجيب 3 نقاط. فليتس جو الى ارضية الميدان. إلى أرضية الميدان في ثاني جولات كأس العالم بين سوريا والسنغال. مباراة لا تقبل القسم على اثنين يا سوريا اليوم. في حال الخسارة ستكون الخروج من الباب الصغير. اليوم راح نلعب كالعادة، بإيدنا 3 نقاط. يلا يا شباب، الآن خلونا نستمع إلى نشيد الوطني بين المنتخب السنغالي والمنتخب السوري. بعد ما استمعنا إلى نشيد المنتخبين السنغالي والمنتخب السوري، الآن سوف نتوجه إلى تشكيلة اللقاء. المنتخب السوري في حراسة المرمى إبراهيم علم، في خط الدفاع الصالح ميداني عيجان جويد، في خط النص مرموز زاهر ميداني محمود المواس، في خط الهجوم محمود المواس على الطرف الأيمن، على الطرف الأيسر راح يلعب ورد سلامة، وفي خط الهجوم القوة الضاربة عمر السومة. يلا يا شباب، اليوم سوريا لا تقبل قسم على اثنين. في حال الخسارة طبعا راح نخرج من باب الصغير. يلا يا سوريا في أول مشاركاتها في مونديال كأس العالم. يلا يا محمد عثمان إلى زهر ميدان، الكرة إلى محمود المواس، كرة على الطرف الأيمن عن طريق جويد. يلا يا جويد، توزيع منك. يلا يا سومة بالراس، كرة خطيرة عدت. يلا يا مرمور، والتسديد على الطاير، دقت المدافعين وخرجت من المدافع. يلا يا الصالح، جيبها يا الصالح. هجمة مرتدة خطيرة للمنتخب السنغالي عن طريق ساديو ماني. يا سلام عليك يا جويد، تغطية رائعة. كرة إلى مؤيد عجان على الطرف الأيسر، مؤيد إلى عمر ميدان، إلى الصالح. كرة إلى محمود المواس على الطريق الأيمن. الدفاع مسكر المنتخب السنغالي بعد فوزه في أول مباراة على منتخب مصر في 1-0. كرة عن طريق ورد سلامة عفوا. يلا يا محمود المواس على الطرف الأيمن. يلا يا جويد، ادخل معاي. السلام عليك جويد، يلا توزيعتك. يلا يا سما راسك، يا سلام عليك، شالها الحارس. كرة رجعت لمحمود المواس إلى زهر الميداني. زاهر، يا سلام عليك. محمد عثمان الذي ينشط في الدوري القطري بعد خروجه من نادي هيركليز الذي يلعب في الدوري الهولندي. يا سلام عليك يا عجان. كرة على الطرف الأيسر، ورد سلامة. كرة إلى المرمور. يلا محمد عثمان، والتسديدة من حاد عثمان، رجعت يا سومة. أوه يا عمر، ماذا ضعت يا عمر؟ هجمة لن تأتيه يا عمر. ساديو ماني ينطلق في الكرة. ساديو، ولا تخلي يعدي يا الصالح، يا وحش يا وحش يا صالح. عدى نيانج. كرة ركنية للمنتخب السنغالي.
ركلة ركنية خطيرة على المنتخب السنغالي، يا رب تعدي على خير. يلا يا منتخب، يلا يا سوريا، يلا يا نسور قاسيون. يا سلام عليك. روح هجمة مرتدة يا حبيبي، روح يا زهر ميداني، روح. هجمة خطيرة المنتخب السنغالي. شيل يا مرمور، شيل يا حبيبي شيل. ساديو ماني والتسديد، يا سلام عليك يا ابراهيم عالمة، يا سلام عليك. تصدي خرافي من ابراهيم عالمة، انقذ الفريق المنتخب السوري من 1-0. ركلة ركنية خطيرة، المنتخب السنغالي ضاغط على المنتخب السوري. يلا شيل محمد مواس، شيل يا حبيبي شيل شيل. الحمد لله عدت ركنية ثانية لصالح المنتخب السنغالي. مواس شيل يا حبيبي شيل يا مواس. هجمة خطيرة والجول الثاني. هدف عن طريق ساديو ماني. يا الله، 1-0 في قبل ما تنتهي الشوط الأول ب5 دقايق. المنتخب السنغالي يفتتح التسجيل عن طريق ساديو ماني. الآن سنرمي بكل أوراقنا يا سوريا، سنرمي بكل أوراقنا. سوف نلعب بضغط عالي، فالخسارة أكيد سوف تخرجنا، ولكن ليس لدينا شيء لا نخسره. يلا يا شباب، ليش باقي دقيقتين على نهاية المباراة. يلا يا محمد عثمان عفوا. زهر ميداني، يلا تسديدة من زاهر يا عمر السومة، دقيت فيك يا حبيبي يا حبيبي يا عمر. آخر هجمة لنهاية المباراة الشوط الأول، انتهت صفر الحكم 1-0 للمنتخب السنغالي. سيطرة سورية ولكن لن نستفيد منها. خلينا نشوف شوط ثاني شو راح نعمل. لازم نجيب التعادل على الأقل شيء لنضمن نعطي أمل للتأهل للدور القادم. يلا يا الشباب، يلا يا الصالح، يلا يا الصالح. يا سلام عليك يا زهر ميداني، يا سلام. يلا يا مرموش من طريق أرض سلامة. أين أنت يا عمر؟ أين أنت يا عمر؟ يا سلام، حلوة يا عمر. ماذا فعلت يا عمر؟ هجمة ضايعة. يا الله، كانت ممكن التعادل. يلا يا سلام، رجعت. يلا يا السومة، يلا يا عمر. كوليبالي شالها يا حبيبي. هجمة خطيرة عن طريق نيانج، هجمة مرتدة للمنتخب السنغالي عن طريق سار توزيع على شالها جويد. يا سلام عليك. يلا يا ابراهيم علمة، يلا باقي نص ساعة نهاية المباراة. يلا يا حبيبي يلا. تمرير الى جويد، يا سلام عليك. جويد الذي يلعب في الدوري القطري والدوري العراقي، الدوري العراقي. محمد عثمان، يا سلام عليك. يا عن طريق ورد سلامة. هجمة خطيرة المنتخب السوري، تيكي تاكا سورية ما تكمل يا حبيبي. يلا يا شباب يلا، نريد الهدف التعادل، نريد بصيص من الأمل لكي نتأهل الدور القادم. يلا يا شباب. يا الله، الدفاع السنغالي محكم بقيادة كوليبالي. هجمة خطيرة عن طريق المنتخب السنغالي، ساديو ماني شيلها يا جواد. يا سلام عليك. يلا يا شباب، باقي 20 دقيقة على نهاية الشوط الثاني، على نهاية المباراة. يلا يا شباب يلا. يلا يا السومة مختفي. يا سلام عليك. يلا هي، يا سلام يا السومة، شالها الحارس. تمريرة خطأ، ترجع الكرة، يشيل. يا الله، شالها المدافع. خلاص سوف نرمي بكل أوراقنا. يلا يا شباب، لا تكون هجمة جول عن طريق سارة، تخليه سدد ودخل الهدف الثاني. خلاص قضى على المنتخب السوري وانهى اماننا في كأس العالم. اول مشاركة للمنتخب السوري، بس خلينا نشوف شو راح يصير مع المنتخب المصري والمنتخب الهنغاري. هدف الشرف يا شباب، هدف الشرف. وين هاي يا مرمور؟ وين هاي؟ إلى جويد. هجمة مقطوعة وهجمة مرتدة على المنتخب السنغالي. نيانج التاج. خلاص باي باي سوريا،
باي باي سوريا. سوريا في أول مشاركة تخيب الأضمان. سوريا. مؤيد عجان على طرف اليسار يتقدم مؤيد عجان، يا السلام عليك، كرة ضايعة. الهدف الرابع، الهدف الرابع شيل يا الله. سار هجمة مرتدة لمنتخب السنغالي. جاي لاعب بايرن، لاعب باريس سجل الرابع، خلاص نهاها، قضى على أحلام السوريين. يا الله، منتخب عالمي هذا السنغالي، منتخب عالمي هذا السنغالي. يا الله، 4-0 سوريا تخسر، سوريا بالأربعة. نهاية المباراة 4-0، مع الأسف خسرنا 4 مع منتخب السنغال. نشوف شو صار مع منتخب الهنغاري. تقريبا طلعنا، خسرت. يا الله، الأمل موجود يا شباب، الأمل موجود، بس صعب كتير، راح تكون صعب كتير. في حال فوزنا على منتخب مصري المباراة الجاي 3-0، بدنا 3-0. طبعا قبل كل شي لازم المنتخب السنغالي يفوز على المنتخب الهنغاري بأي نتيجة لنضمن التأهل. لازم نفوز تقريبا ب3-0. راح نشوف حلقتنا الجاي بكرة ان شاء الله. اكتبونا بالتعليقات راح نتأهل او لا. ولهون يا شباب تكون وصلت حلقتنا، فسلام.